مساء الخير. راح أتحدث عن نقد السعادة عند الصوفية والرواقية. فريدريك نيتشه. يعني فريدريك نيتشه يعني هواي عنده يعني شن هجوم على كل الفلسفات القديمة والحديثة أيضا، من بينها أكيد على رأس المسيحية، وأيضا أخذ نصيب من نقد الصوفية والرواقية. يعني شايف إنه السعادة في الصوفية والرواقية هي نوع من المخدرات، لأن عندك الرواقية يعني عندهم هي فلسفة، يعني يقول لك الإنسان يعيش وفق الأطر الطبيعية، يعني يعيش مستسلم للطبيعة، يعني الإنسان محدودة حريته. أضاف إلى أنه ما يقدر يعني يعمل شي للأقدار إذا جتي، يعني هل الإنسان يستطيع أن يدفع الأمراض، يدفع المطر، يدفع الزلازل، فشايفين أغلب الصدمات اللي نتلقاها بسبب تفاؤلنا المفرط ورغباتنا الجامحة. يعني التخلي عن الرغبات عند الرواق هي سبب رئيسي في إنك تحصل السعادة. يعني مو ما تكون ما عندك رغبة نهائيا، بس إنه تقلل رغباتك، لأن الرغبة تجيب رغبة، الرغبات ما تنتهي. والصوفية يعني هي نوع أيضا من المخدرات، لأنها انفصال عن الواقع وعن عن العالم الحقيقي. يعني تركز على العرفان وعلى الوجدان وعلى الانعزال وعن الحلول، إنه الحلول والاتحاد. يعني تهمل الواقع الأرضي، تهمل كوكب الأرض، تقوم تركز على العامل المثل، شلون الإنسان يرجع يتحد مع الله اللي هو جزء منه. وإضافة إلى صير دروشة، وشايفيهم يعني بالجوامع وبالله حي ويرقصون ويدروشون، حتى لو ما يسوي هيك، هو أيضا نوع من الهروب، هروب من الواقع المؤلم. يعني اللي ما يعرف فريدريك نيتشه، هو كان جدا يقدس كوكب الأرض، وشايف إنه الجنة والنار هنا على كوكب الأرض. يعني وهذا عكس الفكر السائد في الفلسفة المسيحية والإسلامية، إنه هاي الحياة على الأرض هي اختبار حتى تمر للعالم الآخر. لا، فريدريك نيتشه شايف هي هاي كوكب الأرض هنا الخلاص بكوكب الأرض هو أمنا الأرض، عليها نحيا ونموت فقط. فالجنة هنا على كوكب الأرض، اللي لازم نعرف قيمة هذا الكوكب يعني العظيم. يعني شايف إنه عالم المثل اللي اخترعه أفلاطون والمسيحية يعني عالم الآخرة بالإسلام، الجنة والنار يعني هاي احتقار كوكب الأرض، صارت كوكب الأرض ما له قيمة. فهاي السعادة عند الصوفية والرواقية كلها يشوفها زائفة. إنه السعادة عنده تتمثل بحاجتين، إنه هي الإنسان يبقى طفل على نيته وخالي من التكلفات الزائفة والتمثيل أضاف إلى نسيانه. يعني الطفل شايفين ذا الأطفال يتعاركون ورا شوية يصالحون، ودائما عنده دهشة الشك، دائما يعني ما يعرف بس يريد يعرف، يعني مو يسلم بسرعة، يشك الطفل يسأل. وثاني شيء، السعادة عند فريدريك نيتشه هي مو تعيش وفق الطرق الطبيعية وفي التصوف وعرفان هي أن تتألم من خلال المعرفة، من خلال الشرك الصارع، ما تستسلم للطبيعة. نحن ناس واعون مفكرون،
ما نستسلم وعرفان ووجدان ونختل بالغرفة نحن ناس نصارع كل شيء، نهدم القيم والعادات والتقاليد، أكيد مو أغلبها يعني، ونصنع قيمنا بنفسنا خاصة بذواتنا. يعني ترى رأي فريدريك نيتشه يعني مو بالضرورة يكون رأيي. وتحياتي.